يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل مملكة في الدنيا وأحلى اخوات في الدنيا. صباحكم هنا ورضا وسعادة وراحة بال. صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم روتينات حلوة. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. يا ريت بقى لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة من علامة الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الأحمر. اضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات يا قلب أختك. اضغطي على أول خيار فيهم علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناة يوصلك اشعار بيه، تدخلي تنوريني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. استنى لايكاتكم وتعليقاتكم. يلا بقى همتكم معايا كده. فاضل اقل يعني ايه من 10 ونكمل ال 8000. خلاص فاضل على الحلو تكة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي وتفضلوا كده سندني طول العمر بعد ربنا، وتفضلوا سند ليا ونفضل اخوات على طول كده مدى الحياة. فيلا بقى ادخلوا برجلكم اليمين وتعالوا كده في اول يومنا كده واول روتيننا كده نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا اظبطوا حضورك كده بالصلاه على الحبيب عشان قلبك وقلبنا كلنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. يلا انزلي بسرعه بقى اكتبي في الكومنت صلاه على النبي كده. اثبتي بقى وجودك في القناه. وربنا يديمك نعمة في حياتي يا أحلى أخت في الدنيا، كلكم أخواتي والله على راسي من فوق. النهاردة زي ما انتم شايفين كده يوم جديد في حياتي وروتين كمان جديد، حبيت ان انا اشارك يومي معاكم واوريكم يومي كان ماشي عامل ازاي. عملت حاجات كتير جدا جدا في المطبخ النهاردة، وكان المطبخ زي ما انتم شايفين كده يضرب يقلب، كان محتاج نظافة شاملة. طبعا الواحد لما بيدخل المطبخ وهو عامل كده تحسه ان نفسه بتتقفل، لكن لما يخلص المطبخ بقى ويلاقيه فاق كده والمطبخ نضف معاه وتحسوا ان هو بيبرق كده، يا بتحسوا ان طاقه ايجابيه كده، عايز تقفي بقى تعملي الاكل وتنضفي وتعملي اللي انت عاوزاه في المطبخ. تحسوا ان بتستقبلوا كده الشغل بصدر رحب. لكن بيجي عليا وقت ان انا المطبخي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اليومين دول ضغط جامد جدا جدا، المدارس والدروس، والعيلة عايزين يعملوا واجب الدروس ويعملوا واجب المدارس، وعاوز تحضري بسرعة الاكل عشان الولاد لما يجوا يلاقوا اكلهم. فاليومين دول بيبقوا ضغط شوية علينا، وعايزة تنامي شوية علشان يعني الإرهاق بقى بتاع السهر والإرهاق بتاع الصحيان بدري وكده. فده اللي بيأثر شوية على شغل البيت. يعني أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أخلص اللي ورايا قبل ما يجوا، ببقى مخلصة فلة ومية فلة واربعتاشر. لكن بيبقى فيه بقى بعد ما ناكل بقى بالليل، بعد ما احضر العشاء والولاد ياكلوا ببقى خلاص جبت اخري. يعني انا خلاص انا بقول فينك يا سرير، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. وبحيث كمان العلاج بقى والحاجات اللي زي دي بتهد الحيل. فاجي بقى بالليل خلاص انا مش عاوزه اعمل حاجه قبل ما انام. خلاص الولاد اكلوا وعملوا واجبهم ودخلوا ناموا، انا مش عاوزه حاجه من الدنيا تاني غير ان انا اريح بقى، اريح اخد كده هدنه. اريح جسمي اريح ظهري. يعني تحسوا ان الارهاق شويه كده. فانا باجي في الوقت ده وما بعملش الصراحه اي روتين بالليل. يا دوبك الولاد ياكلوا كده واحط الاطباق في الحوض. اسيب المطبخ كما هو عليه ما فيش اي تغيير فيه، واقوم داخله بقى نايمه جنبهم كده على بال ما باباهم يجي، اقوم صاحيه تاني نحضر العشاء لباباهم او غرفه يعني العشاء لباباهم وكده وهكذا يعني. فتحسوا ان ضغط اليوم ما بيخليكيش انك مثلا يبقى فيه فرصة انك تعملي حاجة قبل ما تنامي، او تنضفي مطبخ او تنضفي صالة او تنضفي سرير او حتى تكنسي شقة. فده كله ببقى مأجلاه لتاني يوم الصبح. تمام. دخلت على المطبخ بقى زي ما انتوا شايفين كده، نضفت اللي اقدر عليه. شلت بقى الزيتون كان محطوط قدامكم هنا، ونضفت الرخامة، وهنا بقى كان الكاتل بتاعي فيه تكلسات بقاله كام يوم كده عاوزة اغسله، وكل يوم اجله لليوم اللي بعده، كل يوم يجي اليوم اللي بعده ادخل بقى اغسل الطبقين واطلع جري من المطبخ. فما كنتش بغسله الصراحه. هنا قلت بقى اغسله كده وانا واقفه على بال ما اغسل المواعين يكون التكلسات بتاعته دي باشت. ما بياخدش وقت خالص. حطيتي ريحان معرفينه، حطيت ملح ليمون على كربوناته على شويه خل، كل ده على بعضه كده، وحطيت عليهم شويه ميه، وبعدين بسيبه يغلي غلوتين 3. عندي الكاتل ما بيفصلش لوحده، فانا بضطر ان انا اخد بالي منه علشان اعمل الزرار بتاعه. تمام. انا بقى جبت بقى بتاعه اللي هي التوابل دي. طبعا انا شلت الزيتون بقى من هنا خالص، لان الزيتون عدى عليه الفترة اللي هو بيتفاعل وينزل مية ويقل ميته. انا كنت حطاه قدامي على الرخامة
علشان كل ما يتفاعل وينزل ميه ازوده. لو محتاج بقى ان هو يتزود ملح بقى يتزود، لو محتاج ان هو يتزود الميه اللي هي بالليمون ازوده، فيبقى قدام عيني يعني بمعنى اصح. ما كنتش شلته وركنته ويقل ميته ويحصل فيه لا قدر الله عفن او اي حاجه. فانت لو هتخليه لي زيتون خليه قدامك فترة كده، علشان ايه تبقي واخدة بالك منه برضو المية قلت من عليه. حابة تزوديه شوية زيت على الوش، عشان طبعا الزيت بيمنع العفونة اللي هي بتحصل على الوش والحاجات زي دي. حابة تزوديه شوية مية كده، علشان الزيتون بعدته ان هو بيتفاعل يعني ايه يا ريهام؟ المية بتاعته بتطلع كده زي رغاوي بقى كده، وبيتفاعل المية بتاعته بتطلع بره البرطمان، وساعات التفاعل بتاعه بيترشق الغطا بتاع البرطمان. فلازم تبقي واخدة بالك منه اول اسبوعين 3. تمام؟ علشان لو محتاج اي حاجة من دي تزودها له. شلته بقى، قلت بقى اشيله بقى واركنه كده مكانه. يدينا ويديكم طولة العمر، ما نيجي نفتح عليه هبقى اوريهولكم عامل ازاي. انا اسفة والله العظيم، كان نفسي ان انا انزل لكم الفيديو ده وتعبت فيه جدا جدا جدا، الفيديو بتاع تخليل الزيتون ده. لكن مش عارفة، انا قايله لكم من اياميها انا كنت تعبانة، فكنت تعبانة ما كنتش مركزة في اي حاجة. فوقفت وصورت وعملت كل حاجة، وبعد ده كله بدل ما منتج الفيديو، بعد ما منتجته بدل ما احفظه على التليفون مسحته خالص من على التليفون. فانا قلت يعني ايه، قضاء وقدر، مش مشكلة. الحمد لله يعني ان هي جت على قد كده، لان في فيديوهات كتير بتتمسح مني. فانا اتعودت على كده، يعني بدل ما بحفظ الفيديو بقوم ايه مسحه. فقلت الحمد لله، يعني ماليش نصيب ان انا انزل الفيديو ده معاكم، والحمد لله. شلته بقى مكانه كده لحد لما نيجي نفتح عليه. ودخلت بقى زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما نضفت الرخامة بتاعتي سبت الكاتل بقى ايه، كل المكونات اللي انا حطيتها عليه دي فيه، علشان يغلي بيها. وبعد ما غلي سبتها بقى بشوية على بال ما اغسل بقى المواعين بتاعتي. دخلت بقى شلت الاطباق كلها وغسلتها وخليتها قشطه فله. لو وصلت لحد هنا يا قلب اختك، فيلا بقى همتكم معانا، عاوزين نقفل ال 8000 مشترك. حلم بسيط او حاجة بسيطة كده انا وصلت لها، لكن كل ده بشقاية، كل ده بتعبي، كل ده بمجهودي الخاص، من غير اي يعني تدخل من اي حد. لا رحت لقناة وقلت لها اعملي لي حاجة، ولا قناة وقفت جنبي، ولا اي حاجة. لان ده كله بندفع له فلوس. فانا علشان انا عاملة القناة اساسا ان هي تبقى مصدر دخل ليا بعد كده لما تكبر، يعني بأمر الله. هصرف عليها دلوقتي فالعيشة زي ما انتوا شايفين غالية بقى وصعبة علينا كلنا. فانا مش عارفة اصرف على القناة، فقلت بقى ايه، ربنا هو اللي هيقف جنبي. لو ليا نصيب ان انا اكمل في القناة دي وتكبر هتكبر، لو ماليش نصيب هبص الاقيها ايه اتقفلت منها وقفلتها مرة واحدة. فدلوقتي خلاص احنا دخلنا على 8000 مشترك اهو. حاجات بسيطة جدا جدا جدا، همتكم معايا، علشان حابة بقى ان انا افرح ولادي واعمل لهم حفلة صغنططة كده هتبقى على القد. بمناسبة ان احنا كملنا ال 8000 ايه اخت واخ على القناة. تمام؟ ولو وصلت لحد هنا يعني طلب بسيط جدا جدا والله العظيم، ده يعني بيبقى طلب بسيط جدا، انك تحطي لي اللايك. ببقى مستنياه منك، وكل ما لايك كده يزيد بدعي لكم بجبر الخاطر، ربنا يجعل لكم من جبر الخواطر نصيب، اللهم امين، انا وانتم وامة محمد كلها. واهم حاجة بقى ربنا يجعل ليكم نصيب من الفرح، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. وكمان بقى يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، لان اكتر التعليقات يا ريهام ادعي لي ان ربنا يرزقني بالذرية الصالحة. ربنا يرزقكم بدل عيل 2، اللهم امين يا رب يا رب كده، ويجعل لكم نصيب من الفرح انا وانتم يا رب وامة محمد. كنت خلصت بقى ايه المواعين، وشلت بقى المعالق والاطباق وكل حاجة وشطفتها. وبعدين دخلت بقى على الحلل كان مكانها كنت عاملة حمام قبلها بيوم واكل وكده، فالحلل كان مزيتة شوية. فجبت لها بقى ايه, سلكة نظيفة عشان تتغسل ايه على نظافة كده، والسلكة تبقى لسه ايه تحسوا ان هي فريش كده. وغسلتهم كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. هشطفهم بقى وهيبقوا فل شمعة منورة. انا من الناس اللي بحب غسيل الحلل والحاجات الكبيرة عن الاطباق.
الحلل دي تيفال، فالقعر بتاعت الحلل تحسوا ان هو غمق كده ومش راضي ينضف. فدي مش قلة نظافة مني والله العظيم، لا ابدا. هو ده بس ايه من الاستخدام. بصوا بقى الكاتل بقى عامل ازاي. والله العظيم يا بنات فل شمعة منورة، مش محتاج اساسا انك تغسليه ولا تحطي ايدك فيه. في انواع من الكتلات الزور بتاعها بيبقى ضيق شوية، فمتعرفيش تدخلي ايدك فيه. اعملي الخلطة دي على بعضها وسيبيه يغلي كده، وربنا تحفة تحفة. بصوا قشطة قشطة كده، شايفين الشكل عامل ازاي؟ بيبرق، يعني تحسوا ان هو بيرجع كده نصع البياض، ما فيهوش اي حاجه، كانك لسه شارياه. غسلته بقى من بره وغسلت الغطا بتاعه واحطه بقى مكانه، وكده كن خلصت المواعين كلها وشطبتها. نغسل الحوض بتاعنا وننضفه كده، واي رواسب في الحوض بشيلها. طبعا انا حاطه المصفى دي علشان تشيلي اي رواسب في الحوض، لان عندي الحوض ما كانش مكانه الاساسي هنا. فلما بشيلها والحوض يتسد، بيتسد من الماسورة اللي في الحيطة، فبيبقى يعني مشكلة بتبقى مشكلة جامدة. فأنا من ساعة ما حطيت المصفى البلاستيك دي وهي حامية لي الحوض، بحيث ان هو ما بيتسدش، ما بينزلش فيه اي حاجة. تمام، عشان بس ما تقولوش انت حاطه المصفى دي على طول ليه ولا كده. وكمان بتحميلي ان انا ايه، اي حاجات فيها بتقع فيها بشيلها للطيور، لان طبعا انا مربيه طيور وانتوا عارفين. فاي حاجه من دي ما بتصرفش فيها او ارميها. دخلت بقى على البوتاجاز. بصوا البوتاجاز كان متبهدل شوربه. الشوربه بتاعت الحمام كان بتفور، وما اخدتش بالي غير وهي مبهدله لي البوتاجاز. فقلت مش مشكله، ابقى اغسله يعني. جبت السترس وقعدت ارش كده من الازازه بتاع السترس، ما كانتش راضيه ترش معايا. مش عارفه هو خالص ولا ايه، لكن في شويه يعني انا برج كده الازازه فيها، لكن مش راضي يبخ ويطلع. بصوا انا كل شويه اقوم زقه اللي هو البخاخه بتاعه الازازه لفاها علشان يبخ، ومفيش فايده. حاولت بقدر الامكان ان انا اطلع شويه كده منه على بال ما اغسل بس البوتاجاز، علشان الرواسب اللي عليه نزلت من الشوربه وطرطيش بتاعه الزيت، مكان الاكل يعني بتاع امبارح. فكان البوتاجاز متبهدل الصراحه. فرشيت على قد ما اقدر كده، ومسكت السلكة بقى وهاتك يا دعك لحد لما بقى ايه، فل شمعة منورة ما فيهوش اي حاجة. وبعد ما بدعكه شوية بقى، لو حابة ان انا احط عليه صابون تاني بحط، مش حابة وشايفة ان هو نضيف خلاص بجيب الفوطة بقى. وطبعا انا ببقى جنب الحوض اشطف الفوطة والم ده كله، اللي هي المنظف اللي انا رشيته ده، وبتأكد ان انا نضفته من المنظف مفيهوش اي حاجة. لان المنظفات دي لو حطيناها على الاستانلس طبعا بتاكل الاستانلس وبتغير لونه. فانا فورا كده بكون منضفاه، واشطف الفوطة واشطف البوتاجاز، اشطف الفوطة واشطف البوتاجاز بيها، وهكذا لحد لما اتاكد ان البوتاجاز مفيهوش ايه، نقطة حتى منظف من اللي انا كنت بنظف بيه. ايا كان المنظف كلين، ايا كان لهلوبة، ايا كان سيترس، ايا كان المنظف اللي انت بتستخدميه، حاولي ما تسيبوهوش او ما تسيبيش مكانه اساسا على البوتاجاز تماما، لان بياكل في الاستانلس ذات نفسه. كنت خلاص خلصت البوتاجاز وكده راجع فل شمعة منورة. وكده نكون وصلنا لنهاية الروتين بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة ولا بسيطة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي احلى لايك لاحلى اخت في الدنيا.